السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمال غرقانة بإيه؟ سمنة البلدي. بالسمنة البلدي. اهو. حبيباتي أهلا بحضراتكم جميعا، شرفتوني ونورتوني. السمنة صفحتي البلدي اللي هنعمل المتواضعة بيها وبيتي الأبابي. المتواضع، برحب بحضراتكم جميعا. ما شاء الله ما شاء الله، اتفضلوا يا جماعة، والله العظيم يستاهل بقكم. والله الريحة بقى. الفيديو النهاردة مختلف تماما عن بقية الفيديوهات، بس في البداية برحب بكل الموجودين معايا، اخواتي اهل الجزائر واهل سوريا والاردن وفلسطين وتونس والسعودية والكويت والمغرب وكل الدول العربية. يا جماعة مش عايزة انسى حد بصراحة، كلكم على راسي من فوق. بصوا بقى، يعني قبل ما هندخل على الفيديو تذكرة بسيطة جدا جدا جدا. ايديكي والنار. اوريها لهم. وانا عايزه بعدين عشان نعمل الحركه دي يا ازاي كنت طالع عندي يا متأكدة جدا ان انتوا مش هتنسوا يا جماعة، بس برضو بأكد عليكم، اول حاجة هتحطوا لاختكم اللايك، ادعموني يا جماعة بأكبر عدد لايكات للفيديو، امان عليكم استحلفكم بالله. وتاني طلب بقى يا جماعة، هتزلزلوا التعليقات بالصلاة والسلام على رسول الله، هتكتبوا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. يلا بعد علقه الخبيث دي. البلدي اللي هنعمل بيها الأبابير، أبابير بالسكر والسمنة البلدي. يا جماعه كده شويه سكر حلوين كده. وده السمنة البلدي حته السمنه الفلاحي. اهي اهي. زمان وأيام زمان الجميلة، أيام زمان الجميلة الجميلة الجميلة. بصوا لازم أوريه لكم. يا بنتي ايدك هتتحرق. ودايما يا جماعة بحب أبدأ الفيديو بتاعي بمقولة ستي الله يرحمها: سبحانه من صباح الصباح، سبحانه من شق الفجر ولاح، سبحانه من طير الجناح، سبحان الله العلي العظيم الفتاح الرزاق المنجي من المهالك. بحب ريحة الصبح جدا، وبحس كده ان الجو فعلا، بصوا يعني مريح نفسيا، الجو خالي من اي شوائب. سلام يا سلام يا في سلام. الصباح بداية ليوم جديد، ندعو الله ان يكون كله خير وبركة وسعادة، وربنا يكفينا شر المستخبي وشر فواجع الاقدار، اللهم امين يا رب العالمين. جريت على المطبخ واللهم بارك، كان المطبخ بتاعي نظيف والشقة بتاعتي نظيفة، وانا بقى صاحية مزقططة ومفرفشة، والنهاردة عندنا خبيز. طبعا يوم الخبيز بكون عاملة يعني حسابي من قبلها بيوم ان انا لازم ابيت الشقة على نظافة وعلى ترويق، علشان مادام في خبيز يبقى مفيش وقت للترويق وتسييق وتنظيف. المهم بقى صحيت الصبح كده، قلت ايه ما دام انا رايقه كده والخبيز اساسا هيكون بعد العصر، فاعمل حاجه حلوه كده يعني ناكلها جنب كوبايه شاي، فما فيش غير الكيكه اليوميه. الحقيقه كان عندي حليب وجيت اغليه لقيته قطع معايا راب يا جماعه، الجو حر جدا والله يا جماعه، يعني انا غليته وسبته ساعتين بس على البوتاجاز ودخلته التلاجة، جيت اطلعه اخد منه اعمل شاي بحليب الصبح كده فلقيته رايب. قلت خلاص بقى ما بدهاش نعمل بيه صينيه كيكه. بحب اعمل الكيكه كمان بوش الحليب، وده وش حليب او القشطه، يعني بحوشها في علبه تلاجة كده في الفريزر وبطلعها للكيكه، بس طبعا لازم تكون كل المكونات دي كلها بدرجه حراره الغرفه. تمام. البيض بتاعي على فكرة طلعته من التلاجة وعملت بيه على طول، واللهم بارك الكيكاية طلعت جميلة جميلة جميلة، يعني دايما كده يقولوا ما ينفعش حاجة تطلع من التلاجة ونعمل بها كيكة، لا البيض بتاعي انا طلعته من التلاجة وعملت بيه الكيكة بتاعتي وطلعت اللهم بارك جميلة. بالنسبة بقى للدقيق قلت اما اعمل التجربة ايه، كنت الاول بقعد انخل بقى وانخل والدقيق يعفر لي الرخامة والارض، عملت التجربة دي بجد تسلم صاحبة الفكرة.
يعني عايزه اقول لكم مفيش اي عفر الدقيق نزلت على الرخامه. وخدوا بالكم بقى، انا هضيف هنا للدقيق معلقه من الكورن فلاور النشا النشا، خلينا كده يعني انك بالعاميه النشا، معلقه من النشا. تمام. وباكو بيكنج باودر اللي هو كيك شيف او اي نوع انتي بتحبيه وبتستخدميه. بالنسبة لصينية الكيكة لازم ببطنها كده بتمسيحة من السمنة، وكمان رشة من الدقيق، وممكن تستبدلي السمنة بزيت عادي خالص وانتي وراحتك والموجود عندك. وده طبعا بديل ورق الزبدة. تمام. الدقيق الزيادة هتاخديه للكيكة، وبعد كده هتضيفي مكونات الكيكة كلها على الدقيق. طيب مكونات الكيكة استخدمت ايه؟ ميادة، بيضتين، كوباية من الحليب، كوباية ونص من السكر، باكوين من الفانيليا، وكوباية الا ربع من الزيت، وعليها معلقة من القشطة او وش اللبن. تمام. وده كله بتضربيه في الخلاط كويس جدا 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 ضربا مبرحا على رأي عادل امام، وانزلي بيه على الدقيق وقلبي. بصوا بقى، انا استخدمت كوباية ونص من الدقيق، والمفروض ان هو يبقى كوبايتين من الدقيق، فانا هزود هنا نص كوباية لان العجينه طلعت خفيفه معايا زي ما انتوا شايفين. المفروض القوام يكون تقيل شويه. عارفين بقى لما تيجي تطلعي بالمعلقه العجينه كده تنزلك زي منقار الفرخه، منقار الديك، اسمها منقار الديك. هو كده وصل القوام المظبوط. هنزل بقى بالعجينه كده في الصينيه اللي انا بطنتها، وطبعا الفرن بتاع البوتاجاز والع ودرجه حراره 180 ساخن جدا. لازم الكيكة تدخل فرن ساخن على طول. يعني وانا بجهزها بكون مولعة الفرن، والشبكة اللي في الدرجة الوسطانية. وخلاص كده طلعت اهيا يا جماعة، وخفيفة جدا وجميلة، جربوها تعجبكم. هقطعها بقى واخد منها كده قطعتين افطر بيهم. بصراحة كنت جعانة جدا، وكان العيش بتاعنا لسه ما جاش لاني كنت صاحية بدري. عملت بقى زي ما انتوا شايفين كده، قطعت قطعتين. شايفين يا ولاد بيضة ازاي وجميلة، برغم ان البيض كان طالع من التلاجة. كنت قلقانة جدا. عملت الشاي بتاعي وهطلع افطر بقى وارجع اكمل لكم الفيديو. بعد ما فطرت دخلت على الحمام، قلت هشغل الغسالة اعمل لها دورة غسيل كده. لميت بقى الهدوم بتاعت عيالي اللي عايزة غسيل، وفرست بقى الابيض لوحده والالوان لوحده، وبدات هنا احط مكوناتي. كان عندي ملابس بيضاء كتير جدا، فمادام في ملابس بيضة يبقى هنحط زهرة في الغسالة. استخدمت بقى مية واريال ومعطر وبشر من الصابون وشوية من الزهرة او النيلة الزرقاء، يعني في بعض الدول العربية مسمينها نيلة زرقاء. شغلت الغسالة وحطيت فيها الهدوم اللي عايزة غسيل، وبعد كده دخلت عشان اجهز الغدا. هعمل اكلة بسيطة كده النهاردة، قلت اعمل لهم مكرونة بشاميل. انا يا جماعة بالنسبة للبشاميل بحب كده اعمل عصير طماطم وازوده مع البشاميل مع المكرونة. يعني بخلط البشاميل بعصير، كوباية من عصير الطماطم، بتدي طعم حلو قوي للمكرونة. جربي الفكرة دي كده هتعجبك قوي وهتدعيلي بجد. ولو عندك صلصة زودي معلقتين صلصة للبشاميل اللي هتخلطيه مع المكرونة في المرحلة الاولى، غير البشاميل اللي هتضيفيه على الوش. طبعا بشاميل وش الصينية ما تضيفلوش طماطم. هروح بقى امسح كده الصينية بتاعتي واظبطها، وهدخلها ورا صينية الكيكة. الفرن بتاعي كان ساخن برضو، وقلت فرصة بقى. شايفين الجمال اهي، ما شاء الله اللهم بارك. بعت بقى مروان ابني جاب ازازة بيبسي كده، وغرفت الكل بقى لكل
عيل من العيال طبق مع كوباية بيبسي، واكلة ظريفة وجميلة وخفيفة وبسيطة وعمايلها سهلة جدا. طبعا مروان مصروع على على المكرونة، عايز يدوق. ادوج ادوج ادوج. طبعا واحنا صغيرين كنا بنعمل كده يا جماعه والله. وانا كمان انت عارفين لما باجي اعمل صينيه بشاميل لازم كده اخد واحده من على الوش كده وادوقها، يعني بيكون لها طعم حلو. بصوا زبده جميله. تسلم ايدي والله، والله تسلم ايدي. تسلم ايديكم كلكم يا حبايبي، وربنا يجعل بيوتكم كده عامرة بحسكم يا رب، وما يحرمش اي حد من بيته ولا من ولاده. ربنا يبارك في بيوتكم جميعا ويملاها السعادة والمودة والرحمة و... والرضا بكل شيء من عند ربنا عز وجل. ربنا يرزقنا الرضا وإياكم. بحب بصراحة شويبس رمان، حلو قوي. اكلت الطبق بتاعي بقى وجريت كده على اخواتي حبايبي علشان هنخبز. يوم الخبيز بنحب نتشارك مع بعض. بدأت هنا اعجن العجين بتاعي. كانت اختي بتعمل رقاق. اول حاجة هي كانت قاعدة، يعني الذرة بتاعتها الاولانية رقاق، فانا قررت ان انا هعمل عيش، اللي هو العيش المعمول بالقمح ودقيق الذرة. اللهم بارك، ربنا يخلي اختي الكبيرة يا رب. كانت عاملة طحنة غلة وجابت لي حبة دقيق كده حلوين، وزودت لي عليهم كمان حبة من دقيق الذرة، وقالت لي يلا اشتغل انت بقى عجيني بقى. فانا قعدت جنبهم كده اعجن العجين بتاعي. ما غابش خالص في الخمران، يعني مجرد ان انا عجنته وحطيته جنب الفرن شوية كده لقيت العجينة ما شاء الله خمرت وبقت جميلة. ولازم بقى تخلي العجين بتاعك متماسك في الصيف لانه بيسيح يا جماعة. اختي كانت قاعده جنبي عماله توصيني، ما تزوديش الميه، ما تزوديش الميه يا مياده، ما تخليش العجينه طريه يا مياده، خلي العجينه جامده. طيب ماشي. لان بقى هما كانوا عاملين الرقاق وكانت اختي مزوده له الحليب شويه، فساح مننا قدام الفرن وبهدلنا بصراحه احسن بهدله. العجينة لازم تكون ناشفة او قاسية شوية في الصيف، لان العجين بيسيح. والله العجين بيسيح يا جماعة، فمش هيطلع مظبوط معاكم. مين بقى فيكم بتحب العيش اللي بيطلع من الفرن ده؟ بجد بجد له طعم تاني مختلف تماما عن اللي بيكون مخبوز في الفرن الغاز. واي حاجة بتتعمل في الفرن ده بتبقى جميلة بصراحة. طبعا انا كنت قاعدة بساعد جنبهم. بصوا انا بقى اللي باخد المطرحة كده واخد من اختي واناول لاختي اللي قاعدة قدام الفرن. انا اقول لها بقى بصوا، يعني انا الوحيدة فيهم اللي كانت مهمتي صعبة بصراحة. اصعب مهمة على الاطلاق هي مهمتي. بقول لكم ازيكم منورينا يا جماعة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. حطيتوا اللايك ولا ما حطيتوش؟ طب عملتي متابعة للصفحة ولا لسه؟ منتظرة بقى متابعتك الحلوة ليا عشان كل يوم هنزل فيديو جميل تتابعيني وتشوفي وتقدري تشوفي الفيديو اللي هنزله لو انت عاملة متابعة. طبعا يا جماعة في نهاية كل خبيز لازم نكون مجهزين رغيفين 3 بنعملهم أبابير أو حنون. قولولي عندكم بتسموه ايه ببلدكم؟ طبعا يعني في ناس بتقول عليه أبور وناس بتقول عليه حنون احنا بنقول عليه أبور أبور بالسمنة والسكر، وهنعمله معاكم دلوقتي. جبنا بقى شوية سكر واحنا جايين من البيت كده، وجبنا برطمان السمنة جنبنا. انا هنا كنت بقرص العيش بتاعي. شايفين العجينة غامقة ازاي؟ طبعا معمول بدقيق قمح ومزوداله شوية من دقيق الذرة.
يعني ممكن تطلعي العيش ده كمان مقمر كده وناشف، وممكن تطلعيه طري، انتي برضو يعني حسب بقى ما انتي بتحبي. طبعا لو مقمر بيكون حلو قوي بالحليب، بتكسريه كده وبتحطي له حليب بيبقى جميل. و... ولو طري بقى بتاكليه بجبنه بمربى باي حاجه انتي بتحبيها. بصوا يا ولاه هيتنفخ دلوقتي وهيبقى جميل، قمر ومقمر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الجمال، يستاهل بقكم. يلا مدوا ايديكم بقى. ده الرقاق بتاع اختي اول. بهدلنا يا جماعه بصراحه، لان العجينه كانت لينه، وكمان جينا قدام الفرن وخمر زياده عن اللازم، فالعجين ساح مننا، فالحمد لله ان هو طلع بالنتيجه دي. انما ده العيش بتاعي بقى، بصوا بقى عجيني، يا سلام على الشطاره، ما شاء الله طلع جميل اهو. بسرعه 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 بسرعه، ما اخدناش وقت خالص خالص خالص. ما شاء الله يعني، الفرن ده بينجز بصراحه، بينجز. والعجين كمان ما اخدش وقت، يعني حاجه بسيطه خالص وكان خمر معانا. استعيدوا ذكرياتكم بقى مع الفيديو بتاعي القمر الحلو ده، وكل واحدة فيكم تقول لنا كده الفرن ده بيفكرها بمين. و طب كنتي بتقعدي مع مامتك تساعديها وانت صغيرة؟ طب كانت بتعمل لك قبور بالسكر والسمنة البلدي؟ بعد ما بتخلصوا كده بتيجي في الاخر بتعمل لك بقى القبور كده وتقعدي تتسلي فيه وتاكليه بقى بعد الخبز؟ قولي لي بقى في التعليقات. ودول ده يا جماعه حوانين بسكر، ديت حوانين هنفتحها اهيت ونحط لها حته سكر، شويه سكر وحته سمنه. ضروري يوم ما نخبز لازم نعمل كده، البوران بالسكر والسمنه البلدي. الله عليهم بقى، تاكليهم كده وتشربي وراهم كوبايه الشاي بعد علقه الخبيز دي. ايوه والله انت تعبتي. ما قلتش هاتي ودي بقى السمنه البلدي اللي هنعمل بيها الابابير، ابابير بالسكر والسمنه البلدي. ولازم في كل مره بنخبز يا جماعه كده شويه سكر حلوين كده، كتار ولا ايه؟ قليلين. سكر بسيط. ايوه كده اهو. لا بس العيال بتحبه زياده برضو. معلش هو كده عشان تعرفي تبلعيه، وهاتي حته سمنه. ايوه، والحته السمنه دي قوي كده. ماشي، التاني برضو؟ قللي التانية يا رب سن، عشان ده كان سكر. كتير عنهم بس. سكر وده السمنه البلدي حته السمنه فلاحي اهو. ده يا جماعه هو زودي سكر شويه يا ام آية. حرام عليكم، ده انا كده مكتره كتير كتير. وانت اللي هتاكليه، ما ترشي سكر حلو. خدي السمنه بدات تسيح معانا هي يا ولاد على السكر، حاجه كده ما اقولكمش اخر ايديكي جمال. والله. اوريها لهم اهي اهي اهي. زمان وايام زمان الجميله، ايام زمان الجميله الجميله الجميله. بصوا لازم اوريه لكم. يا بنتي ايدك هتتحرق. شايفين اولاد الجمال؟ غرقانه بايه؟ السمنه البلدي. بالسمنه البلدي. اهو. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضلوا يا جماعه، والله العظيم يستاهل بقكم. والله لو طولنا ان احنا نجيبه لكم لحد عندكم هنجيبه لكم. والله الريحه بقى جميل جميل.